السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. كنقدم لكم منتوجات كنشارك معكم التركيبه ديالها، الثمن ديالها واش كتصلح لكم او لا. فتبعوا الفيديو من الاول للاخير باش تستافدوا ان شاء الله. كما شفتوا في الصوره مصغره اليوم ان شاء الله نشوفوا هذا الكريم للتفتيح او للبقع الداكنه ولا طاش. الناس اللي عندهم هذه المشاكل هذه واش يستاهل هذه الضجه الكبيره اللي دايرها؟ وفعلا بزاف ديال الناس شكروه. فتبعوا الفيديو من الاول للاخير باش تفهموا اكثر وتستافدوا اكثر باذن الله. وما تبخلوش عليا بواحد اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم باذن الله كل جديد في القناه. فهذا الكريم كما كتشوفوا بزاف ديال الناس كيهضروا عليه، بزاف ديال الناس دايرين عليه ضجه كبيره للتفتيح التبييض، كذلك كيعالج لنا البقع الداكنه اللي كتكون عندنا نتيجه على مثلا كلف او مثلا لي طاش ديال الحبوب. فبزاف ديال الناس كيشكروه. الاسم ديالو كما كتشوفوا كوديرم، يعني بزاف ديال الناس هضروا عليه. فاليوم غنشارك معكم التجربه ديالي معاه والثمن ديالو الى اخره. فهاد المنتوج هذا كريم كما كتشوفوا كيجي لومبالاج ديالو على هذا الشكل هذا، اللون ديالو كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا في البيض والكري. فبالنسبه لهذا الكريم علاش كيصلح، فهو هذا كريم خاص الناس اللي عندهم مشاكل في البشره، الناس اللي عندهم البقع الداكنه، والناس اللي عندهم حبوب مثلا حبوب كيخليه ملي كيمشي مع المده كيخلي واحد البقع داكنه كحله. الناس اللي عندهم حبوب راه غادي يعرفوني اش كنتكلم. وكذلك حتى الا كان شي لطاش قديم ومده اللي قديمه بزاف فكيساعد انه يتحيدوا. كذلك الناس اللي عندهم مشاكل ديال الكلف ما ننصحكمش بزاف حتى تشاوروا مع الطبيب ديالكم، ولكن انا كنتكلم مع الناس اللي عندهم ليطاج ديال الحبوب فراه زوين بزاف. وكذلك هو بالنسبه للإيدغاتاسيون فاللي المشكل اللي فيه بزاف ديال الناس كيشوفوا الاس بي اف ديالو طالع يعني 25% يعني كيحمي، لكن ما عارفينش انه ما كيحميش من الشمس. الاس بي اف يعني نورمالمون خاصها تكون من 50% فما فوق، يعني هي فقط 25%، يعني كتحمينا البشره ديالنا، ولكن ممنوع اننا نخرجوا به للشمس لانه غادي يزيد يحرق لنا البشره ديالنا، وسورتو الناس اللي البشره ديالهم حساسه بزاف. فكنصحكم ما تستعملوش ملي تكونوا خارجين. في حاله ما استعجلتوا او انكم بغيتوا تخرجوا به فمن الافضل ديروا بواحد نص ساعه قبل ليكرون نفوقو. من بعد ما ديروا ليكرون ديالكم انفيزيبل بطبيعه الحال اللي كديروها بشكل يومي وعاد خرجوا، لانهم راه صعيب يقدر يكمل لكم على البشره ديالكم ويقدر انه يزيد يعطيكم حروقات اللي صعيبه بزاف. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو، الناس اللي ياخذوا الاردونونس ديال الطبيبه فراه تنصحكم كيفاش. وكذلك اللي نقدر ننصح الناس اللي ياخذوه غير من بارا هكاك فمن الافضل انكم ديروه غير من الليل او في وسط النهار، ولكن ما تخرجوش للشمس، ما تعرضوش للسخانه في الدار الفران او هاجي تفاداوه لانه يزيد يحرقكم. فهذا هو اللي نقدر نفيدكم به. فبالنسبه شخصيا انا كنستعمله مره في الصباح، تطويل الطبيبه مره في الصباح لانني عندي ليطاش قديمه ديال الحبوب فكنخدم به في الصباح، لانني عندي بخدويات كنستعملهم في الليل وان شاء الله نشاركها معكم. بالنسبه لي يسولوني على البشره ديالي، فالبشره ديالي دهنيه وعندها لاكني دي زورمون يعني حبوب هرمونيه، يعني عندي مشاكل كبيره في الهرمونات ديالي قدرت كناخذ بلا اللي كناخذ يعني كوغاكني الى اخره. فاللي نقدر نفيدكم البنات صراحه هو راه زوين كيعاونكم على ليطاش، واستعملوه مره واحده في النهار، ولكن تفادوا انكم تخرجوا الشمس شوياكم لانكم عادي تخرجوا على البشره ديالكم. فبزاف ديال الناس كنشوفهم حاطين فيديوهات عليه وكيتكلموا عليه وكيشكروه صراحه زوين، لكن ما كيهضروش على يعني الطريقه ديال الاستعمال ديالو، لانها بعض المرات كيكون شي طريقه خاطئه فتقدر تخرج لنا على البشره ديالنا، ولا يعني تقدر الناس اللي يستعملوه بالغلط فغادي يندموا علاش انهم خداوه. فاللي كنصحكم ما تخرجوش به الشمس، وحتى الا استعملتوه في الليل ولا في النهار من بعد ما تغسلوا وجهكم بالصابون ديالكم او لا جيل نيطوايو ديالكم، يفضل يكون جيل نيطوايو كيناسب البشره ديالكم، وديروا ليكرون ديالكم. الناس يستعملوا هاد المسائل هادو من الافضل استعملوا كريم سولير يوميا باش ما تزيدش تحرق لكم البشره ديالكم. دي طريقه الاستعمال ديال البنات يعني ما تكونوش غالطين فيها. بالنسبه لهذا الكريم هذا فراه شويه ما هو كيضغط لنا البشره ديالنا، كيرطبها، كيعطيها واحد المعين فيه بزاف ديال الحوايج، كيعاود لنا في تجديد الخلايا ديالنا، كيعطينا واحد النسبه كبيره انه يعني يفتح لنا البشره ديالنا بواحد الشكل اللي كبير وعاد تلاحظوه من بعد. فنقدر ننصحكم انكم تستعملوه بشكل يومي. ما تغلطوش في التركيبه ديالو، ما تغلطوش انكم طريقه الاستعمال ديالو دائما ليكرون جيل نيطوايو ديالكم. فهذا الشيء
اللي نقدر ننصحكم به. فبالنسبه للملمس ديال البنات هو ثقيل لدرجه انه هو كيضغط لنا البشره ديالنا، يعني كيرطبها، كيعطي واحد اللمعه زوينه. يعني ملي ديري واحد القطرات ما تكثريش منه، لانه كيبقى واحد الطبقه سميكه من فوق البشره ديالنا، يعني كتخلي واحد الطبقه. بالنسبه للناس اللي البشره ديالهم معرضه للحبوب، يعني دهنيه بزاف، فراه هذه تلاحظوا ان البشره ديالكم مزيته به. فاللي نقدر نقول لكم ما تستعملوش، تستعملوه مره في النهار. الناس اللي عندهم يعني البشره جافه فما عندهمش مشكل، لانه غادي يعالج لكم البشره ديالكم. حتى الناس اللي عندهم بشره دهنيه ولكن استعملوه مره في النهار باش ما ينوض لكمش الحبوب تحت الجلده، لان الادغاطاسيون ما خاصهاش بشكل يومي. بالنسبه للبشره الجافه هو كيخلي يعني واحد الطبقه سميكه من الفوق، يعني واحد الطبقه اللي بيضه كتبقى لكم، ولكن عادي لانه كيعالجني البشره ديالنا، فماعيش نخرجوا بها، نخليوه غير كنستعملوه غير في الدار. فبالنسبه للثمن ديالو البنات، الثمن ديالو صراحه كما كتشوفوا يعني هو فيه غير 40 مليل، يعني قرعه غير صغيره او لا كريم غير صغير بزاف. والثمن ديالو غالي شويه، داير في البارا 210 دراهم حتى 220 درهم على حسب كل بارا ملي كتاخذوها. يعني هذا هو الثمن ديالو. فملي كنصحكم خذوه من بارا، ما تاخذوش في لا فارماسي كيكون غالي بزاف. وكذلك عند مال المكياج ما كنصحكمش تاخذوا، راه كاين بزاف ديال لي كوبي ديالهم مزورين، فحاولوا تاخذوهم من بارا ويكونوا مطمئنين على البشره ديالكم. فهاد الكريم هذا فيه 3 في 1، كريم مرطب، يعني كتبقى الترطيب ديالو اكثر من 48 ساعه، لانه كيحمي لك البشره ديالك وكيرطبها لك من الاعماق ديال البشره ديالك. كذلك كيوحد لك لون البشره وكيعطيك واحد اللون اولا تفتيح عميق. كذلك كيحيد لك لي طاش القدامين، وكذلك كيعطيك واحد الحمايه ديال اس بي اف 25%. بالنسبه للاشعه ديال الشمس، يعني كتكون في الفتره ديال الشتاء ماشي هاد الوقيته هادي، يعني ماشي شي شمس اللي تكون مجهده بزاف، ولكن الوقيته اللي كتكون عادي، يعني غير نهار وكان الغيام ماشي مشكل. اما الا كانت اشعه ديال الشمس كبيره او لا كثيره بزاف فما كنصحكمش نهائيا، لانها غادي تحرق لكم البشره ديالكم. فاللي نقدر نقول لكم على هاد لاكام او هاد الكريم هذا فراه زوين، واللي عجبني فيه انه منتوج 100% مغربي. الناس اللي كيقاطعوا او ما كيبغوش المنتوجات ديال اوروبا او عامه اي منتوج اخر فما كيبغوش يدعموه، فهذا منتوج مغربي، سيروا قراو عليه. فمنتوج مغربي 100% زوين، وبطبيعه الحال نشجعوا المنتوج ديالنا كذلك. فهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، شاركت معكم الثمن ديالو، واش كيصلح، طريقه الاستعمال، بزاف ديال الحوايج، واش كيستاهل تجربه او لا. فراه يستاهل تجربه البنات، خذوه زوين. واللي نقدر نقول لكم انكم تستعملوه مده طويله باش تعرفوا النتيجه. اي منتوج او لا اي وصفه راه كتبغي واحد شويه ديال الصبر، كتبغي واحد يعني الصبر بزاف، لان كتطول باش كتعطيكي نتيجه اكثر. راه من 3 شهور الفوق باش كتبدا نتيجه اللي زوينه بزاف وغادي ترضيكم حتى نتوما. فكنشكركم الى تبعتوا الفيديو حتى لهاد الدقيقه. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، كذلك الاشتراك في القناه. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو قادم.